السلام عليكم الزلفلة والمشاهدي الأفاضل المتتبعي الكرام، نتمنى أن هذا الفيديو راح يلقاكم كامل في صحة جيدة وتكون أموركم كلها تمام يا رب. دائما مع وصفات لينا كويزين. اليوم راح نشارك معكم هذا الوصفة اليومية، هذا الكيك اليومي اللي تقدروا تجوزوا به أتاي ولا تشربوا به القهوة، ولا حتى تقدروا توجدوه لضيوف الغفلة. إذا هذا الكيك بذوق المربى والعسل، سهل في التحضير ودقيقة يعني توجديه في وقفة، ويعني راح يجيكم خفيف وبنين. إذا بقاو معايا تشوفوا الوصفة. راح نبداو. اذا بسم الله. هنا عندي 3 حبات بيض، حطيت عليهم رشه من الملح وملعقه كبيره من الفانيليا، حطيت كاس الى ربع من السكر. راح نخلط هذه المكونات حتى يذوب هذاك السكر. هنا ما احتاجوش كامل نستعمل الخفق الكهربائي، فقط بالفوي راح يعني نخلط هذه المكونات. ومن بعد راح نجيب هنا 2 مغارف كبار من العسل العادي يعني. انا هذا العسل شريته ما خدمتوش في الدار. اذا راح نحط ملعقتين من العسل وراح نخلط هذه المكونات جيدا. اذا كما قلت لكم هذا الكيك سهل في التحضير، ما ياخذش كامل منك الوقت. هنا تقدري تضعفي المقادير باش يعني ديري كميه اكبر من هذه. انا اليوم راح نستعمل هذاك المول الصغير تاع 20 سنتيمتر على 20. نتوما اذا حبيتوا يعني تضعفوا المقادير. اذا هنا جبت كاس الى ربع من الزيت، حطيته هكذا وانا نخلط، حطيته يعني بتدريج. راح نستمر في التحريك حتى يدخل كامل هذاك الزيت في جميع المكونات. بعد راح نجيب هنا كاس الى ربع من الحليب، راح نستمر في التحريك، نخلط حتى نحس انه هذاك السكر داب تماما. بعد نروحوا للنواشف. اذا هنا راح نستعمل ملعقة من الكاكاو، ولا عفوا هنا راح نحط الكيس الاول تاع الفارينة. بعد راح نضيف عليه ملعقة من الكاكاو البني، استعملوا فقط هنا نوعية جيدة من الكاكاو. راح نضيف عليه الكيس من الخميرة الكيميائية، ما يعادل 10 غرامات من الخميرة. راح نخلط هنا ونشوف، يعني هنا صديبو الفرينة تاعكم اذا كانت تشرب ولا ما تشربش. اذا هنا راح نحط الكاس الاول نخلط، ومن بعد راح نجيب نصف كاس اخر. كما قلت لكم استعملوا فقط نوعيه الكاكاو تكون مليحه. هنا انا النوعيه هذه كانت عيانه، ما حبش يذوب لي هذاك الكاكاو. كما راكم تشوفوا من احسن تشريو هذاك اللي تكون ريحه تاعو شابه واللون تاعو يكون بني وليس اسود. راح نضيف هنا نصف كاس اخر من الفارينه، يعني حبيت نتحصل على قوام تاع الكيك يكون ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل. راح نخلط ونشوف. هنا كي خلطت الكاس ونصف تاع الفارينه لقيتها مازالها جاريه. اذا راح نضيف كما راكم تشوفوا مازالوا جاري هنا. اذا راح نضيف ملعقه كبيره من الفارينه. اذا راح نستعمل ككل كاس ولا 2 كيسان الى ربع من الفارينه. حطيت في الاول الكاس ومن بعد نصف، وما في الاخير ضفت ملعقه لانه حسيت انه جاري. اذا هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. كما راكم تشوفوا راح ندير هكذا كي نرفع الفوي راح يعني هذاك الخليط يبقى الشكل تاعو كما راكم تشوفوا. اذا هنا راح نحبس وراح نجيب هذه السنيوه اللي ابعاد تاعها 20 على 20 سنتيمتر. درت فيها شويه زيت وحطيت عليها فرينه. بعد راح نسكب الخليط تاعي في هذه السنيوه. وهنا الكوشه راهي تسخن، حطيتها نشعلتها هكذا نصف ساعه من قبل. راح نحطو يطيب على درجه 180 درجه.
يعني هذا ما يحتاجش نشعلو من الفوق. اذا كما راكم تشوفوا هذاك العسل حمر لي هذا الكيكه تاعي هنا بعد ما طابت. يعني سيت بالمساكه خرج لي ناشف وهي سخونه راح نبدا نطليها بالمربى. هنا تقدروا هذا المربى تخفوا بشويه ماء باش يعني تشربوا بسهوله. انا هنا كانت الكيكه تاعي سخونه مليح تشربوا يعني بكل سهوله. اذا راح نحط كميه لبس بها من المربى، راح نمسح ونعاود نمسح ونعاود حتى نشوف انه يعني خذالي كميه لبس بها وتتشمخ هذا الكيكه تاعي تتشمخ جيدا بالمربى. اذا هذا المزيج بين المربى والعسل راح يعطي لي ذوق شباب للكيكه تاعي. هذه الكيكه خرجت خفيفه وكما قلت لكم مشربه، وهذاك الذوق تاع المربى والعسل يعني يجي شباب. بعد ما شربتها بالمربى راح نجيب هكذا. هنا عندي لافيتين، نتوما تقدروا تزينوها بالقفرات ولا بالبسكوي ولا بالكاوكاو، اي شيء عندكم، حتى بنوات كوكو ايضا راح تجي شابه. انا هنا فضلت نزينها بهذا لافيتين. بعد ما بردت تماما هذه الكيكه قطعت كميه منها وحطيتها في لكيسات، هذه الكميه فقط من اجل التصوير. اذا كما راكم تشوفوا هذا الكيك ولا هذه الوصفه تاع اليوم خفيفه سهله وسريعه، ما تاخذش كامل منك الوقت في وقفه وانت حضرتي هذا الكيكه اللي تجي مشربه وخفيفه. اذا وصلنا الى ختام هذا الفيديو تاع اليوم. هذه هي الوصفه تاع اليوم. نقول لكم الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. نتمنى نتلاقاو في فيديو واحد اخر، وانتم في التعليقات حطوا لي رايكم في هذه الوصفه تاع اليوم، عجبتكم ولا ما عجبتكمش. اذا نقول لكم الى اللقاء في وصفه اخرى. تهلاو في روحكم. سلام.